ما هو مش معقول هتروح الكورس بتاع البرمجه وانت معاك لابتوب ديل قديم او لابتوب عامه يعني 14 بوصه وزرايره خلاص بقت متهالكه، وكمان زراير شغاله وزراير مش شغاله وموديل قديم وجيل تاني، تيجي تسطب عليه برامج ما ينفعش. طب تيجي تشغل كاميرا صورتها مش حلوه، طب الصوت بتاعه بدا يلوش. طب ماشي خلاص ده كده خد فترته وخد اوانه، تعالى بقى خد حاجه كويسه، حاجه نظيفه، حاجه ديل محترمه ما شاء الله لا قوه الا بالله. ده بكلمك بقى على انه لاب ديل كور اي 5 من الجيل الثامن ورامات 8 وعرض 256 اس اس دي ان في ام اي، يعني جهازك سريع. في ناس كتير بتسال يعني ايه سي اس دي وان في ام اي، ده سيبه كده في حلقه لوحده. مفاده ان الهارد بتاعك سريع والجهاز بتاعك سريع طلقه، يعني تسطب برامجك بسهوله وتتعامل معاها بسلاسه، وتقدر تسطب اكتر من برنامج في وقت واحد وتشتغل معاهم بسلاسه خالص. يبقى النهارده ده وقت اللاب الدل دهوت. اللاب الدل ده زي ما قلت لك كده اي 5، نراجع مع بعض تاني. اي 5 جيل 8 رامات 8 وهارد 256 اس اس دي، شاشه 15.6 فول اتش دي، صوره ممتازه، صوت نقي جدا جميل جدا عالي وممتاز. بتكلم بقى في لوحه مفاتيح كامله، كمان التاتش اللون بتاعه اسود جميل جدا، وبيتحمل معايا هو اي نعم اللي هو البلاستيك اللي هو المقوى ده اللي هو الكربون فايبر، ولكن هو ما شاء الله قوي، يعني يتحمل معاك حراره ويتحمل معاك الكلام ده. هو بروسيسور حرف يو، فبالتالي انت موفر للطاقه وكمان ما فيش استهلاك حراره بصوره كبيره، وبطاريه ممتازه طبعا، شاحن اصلي. ناس كتير جدا برضه ما بتهتمش بموضوع الشاحن لازم يكون شاحن كويس محترم اصلي، والبطاريه تكون كويسه معاك. احنا مش بندعلك جهاز ونقول لك خلاص السلام عليكم، لا احنا معاك في خدمه ما بعد البيع علشان تقدر تاخد منتج مظبوط. النهارده الابعاد بتاعته بتتكلم في 36 سم و24 سم، وكمان السمك بتاعه 4 سم. السمك بتاعه ده كده 4 سم، ده كده معاك 2 ومعاك كده 2 تقريبا. وزنه كيلو 800 جرام، يعني اقل من 2 كيلو، فبالتالي لاب خفيف جدا معاك. الكاميرا بتاعته ما شاء الله فائقه الجوده، والصوت زي ما قلت لك صوت جميل جدا، مناسب جدا بقى لاعمال بقى البرمجه ومساله الاونلاين، دروس الاونلاين والزوم ميتنج والذكاء الاصطناعي، برامج الذكاء الاصطناعي وكلام زي كده. وتقدر تشتغل برضه عليه اوتوكاد وريفت، بس موديل قديم شويه، موديل مثلا 16 و18 والجماعه دول تقدر تشتغل عليه، ومناسب جدا معايا للبرامج المكتبيه والمحاماه ومكاتب المحاماه والاستشارات الهندسيه. زي ما انت شايف الحاله العامه بتاعته، انت بتاخد منها حاجه ما شاء الله فرز اول زي ما انت عارف، حاجه ممتازه جدا. اماكن التهويه بتاعته زي ما انت ما شاء الله، مروحته جميله جدا. طبعا كل اللابات احنا بنجيبها بنعمل عليها تيست كويس جدا علشان نشوف الحراره عامله ايه، بنشوف المخارج بتاعتنا شغاله ولا لا. انت معاك المخرج اللي هو التايب سي طبعا موجود فيه، طبعا ده اليو اس سي اهوت عايزه بقى، ومعاك التايب سي متوفر معاك، وطبعا ده ايه مدخل الشاحن، وادي كمان معايا هنا برضه 2 كمان يو اس بي ومدخل اتش دي ومدخل ايثرنت لان علشان تقدر تعرض ايثرنت كمان بالكابل للانترنت. طبعا بقى الحاجات الاساسيه البلوتوث والواي فاي والحاجات الاساسيه دي كلها موجوده متوفره معاك. تقدر تشرفنا في القدس الكمبيوتر ابشان الطريق العام مقابل حلوان الفيروز، او تتواصل معنا واتساب او تتواصل معنا في التعليقات علشان نقدر نتناقش مع بعض وناخد احسن لاب يتناسب معاك في الاستخدام. شرفنا، بشحن لك اللاب تحت امرك في اي وقت. شكرا لك.